الجمهور العراقي انه مهما كانت درجات التفوق للفريق السعودي فلن يصل لمستويات اللاعبين العراقيين. الفريق العراقي لحد الآن هو الحصان او حصان الرهان للبطوله، فريق متمكن، فريق عناصره ممتازه، فريق لديه اكثر من بديل ناجح. يعني انا اتصور حتى النواقص اللي موجوده في تشكيله اكيد الفريق، كل فريق لديه، بس الفريق العراقي انا اتصور اكثر حظوظا من باقي الفرق لما يمتلكه من عناصر مؤهله للدفاع عن سمعه الكره العراقيه. الفريق السعودي ياتي بالمرتبه الثانيه، الفريق السعودي يمتلك اكثر من لاعب ممتاز، لكن يعاب على الفريق السعودي الاصرار على بعض اللاعبين وزجهم بالتشكيله الاساسيه. يعني لحد الان انا مفاجئ انه اثنين من احسن اللاعبين الموجودين بالفريق السعودي هم دائما جليسين المصطبه، يعني ياسر فهمي وناصر نصاب اتصور الاخر بالفريق السعودي. يعني المهم لاعبين يعني يستحقون ان يكونوا موجودين بالتشكيله، لكن المدرب السعودي لكن ياسر فهمي شارك في بعض المباريات، شارك يعني بالدقائق الاخيره من المباراه، حتى في مباراه اليوم شارك في الدقيقه تقريبا قبل يعني بالدقيقه 70 او بالدقيقه 75. هذه تؤثر على امكانيه الفريق السعودي، يعني اكثر من لاعب ممتاز. يعني اصرار المدرب السعودي على اشراك لاعب، يعني راهن على هذا اللاعب المجرشي ان يكون واحد من اهم المهاجمين، لكن في المباراه الثالثه الا ان يسجل هدف نتيجه كره عاليه خلف المدافعين، واستغل طول قامته وانطلاقه خلف المدافعين قدر يسجل هدف. لكن مثل هؤلاء اللاعبين اللي موجودين اتصور يجب ان يكونون في التشكيله. املنا كبير انه الفريق السعودي تكون صحوته متاخره، يعني املي كبير انه الفريق السعودي ليس تصاعدا بالمستوى. يعني الفريق السعودي الان اذا قياسا هو مباراتنا مع الاخيره، هو خلي يزيح البقيه عن خل تبقى بطاقه التأهيل، هو اليوم يعني اليوم اليوم عمل خير للكره العراقيه، انه ابعد الفريق الكويتي. الان الفريق الكويتي اصبح خارج الرهانات، الفريق العماني اصبح خارج الرهانات، بالرغم انه بعد لكل فريق مباراتين، يعني لكن الحظوظ والافكار تقول هكذا. يعني الفريق الكويتي ستكون له مباراه قادمه مع الفريق العراقي، واتصور حظوظه راح تكون اسوء من هذه المباراه. يعني النقطه الجيده اللي عملنا اياها الفريق السعودي، قدر ان يبعد المنافسين عن البطاقه الثانيه، وتنحصر المنافسه لحد الان بين العراق وبين السعوديه، وهذا ما نريده نحن في هذه البطوله. نعم، اذا كان هذا عن مباراتي اليوم، والحديث عن المنتخب السعودي والمنتخب العماني. العراق وافغانستان تنطلق في الساعه